السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل الجبنة بأسهل طريقة جدا، مكونات بسيطة وفي 10 دقايق بالظبط هتكون الجبنة بتاعتنا جاهزة. هنعملها بمكونات بسيطة من غير افتكاسات ومن غير إضافات كده غريبة اللي بيضيفوها معانا، ولا منفعة ولا أي حاجة خالص. لا للغلاء لا للغش واستغلال الأسعار. هنعمل الجبنة الفلامنكا أو الجبنة الشيدر بأقل من ربع التمن، من غير أي حاجة خالص، ب4 مكونات سهلة جدا جدا ومن غير منفعة ولا أي حاجة. طبعا صحة اولادنا مهمة جدا عندنا وصحتنا، فهنعمل الجبنة الجميلة بطريقة حلوة. والفيديو ده كل اللي ده الجبنة بيستعجلني جدا ان انا انزل الفيديو من كتر جمال الجبنة. بجد حاولي تجربيها حتى لو بنص المقادير دي، بنص كيلو. بجد حلوة قوي قوي قوي. وهقولك في الفيديو بتاعنا ازاي تخزنيها وتقعد معاكي وتعتقي تزودي الفليفر بتاعها او الطعم بتاعها، او تحوليها لتركي او اي جبنة منها. بجد حلو قوي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منا شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل الله منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق الجميل اللي بيسعدني. شايفين بعد ما عدت معايا كام يوم بقت عامله ازاي؟ وطبعا استخدمتها من اول ما اتعملت على طول، تقدري تاكليها بعد 3 ساعات بالظبط تكون جمدت معاكي، تقدري تستخدميها وتاكليها على طول. طعمها فوق الخيال بجد. بجد من احب الفيديوهات اللي على قلبي، والوصفه ناجحه 100%. وانا مش عايزه منكم غير دعوه حلوه في ظهر الغيب. وطبعا لو تعليق بحرف واحد بس عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد والكل يستفيد منه. يلا بينا عشان نشوف مكوناتنا السهله جدا وطريقتنا الحلوه قوي قوي اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجه في ال4 مكونات بتاعتي كيلو الا ربع من اللبن الحليب كامل الدسم، ومعايا كيلو الا ربع من الجبنه القريش. الجبنه القريش دي كانت موجوده عندي متخزنه في الفريزر، فحبيت اعمل بيها الوصفه بتاعتنا الجميله دي الكميه اللي كانت موجوده متاحه عندي. تقدري تستخدمي نص كيلو وتقدري تستخدمي كيلو. بصراحه رائعه جدا. انا بصي لو طولي ان انا اعملها 10 كيلو منها هعملها. بجد التجربه ناجحه جدا وطعمها رائع جدا جدا، ومش محتاجه منكم غير دعوه حلوه جميله جدا ولايك الجميل عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن والكل يستفيد معايا. انا نزلت الجبنه القريش بتاعتي على اللبن على نار متوسطه، وابتدي اقلب معايا. انا مش عايزاه يغلى معايا، انا عايزه لمجرد ان هو يسخن بس، ان اللبن بتاعي يفصل معايا، يعني يبتدي يفصل كده ويطلع الشرش بتاعي بتاع اللبن بتاعي. انا هوريكم ازاي معايا. بعد ما قعدت كده اقل من حوالي 5 دقايق، اقل من 5 دقايق، شايفين اللبن فصل ازاي؟ اللبن تكتل معايا مع الجبنه القريش وفصل معايا بالمنظر ده. شايفين ده الشرش اللي انا قصدي عليه، الميه بتاعتها. ما خدتش مننا وقت، ما حطيتش بقى ولا خل ولا ليمون ولا حطيت اي حاجه من الحاجات اللي بيضيفوها معانا. مجرد ان الجبنه القريش انا ضفتها على اللبن، نفس مقدار جبنه القريش هو نفس مقدار جبن اللبن اللي انت هتحطيه. يعني زي ما قلت لك، لو هنحط نص كيلو جبنه قريش يبقى تحطي نص كيلو من الحليب. جبت فوطه معايا نجيفه او شاشه اللي موجوده عندك معايا في بيتك استخدميه، وهبتدي اصفي الجبنه بتاعتي او اللبن بتاعي من الشرش اللي موجود فيه. نزلتها في قلب الفوطه بتاعتي كده او المنديل بتاعي، وابتدي انزل الميه كلها. طبعا الميه اللي بتنزل منه او الشرش ده، ده كنز من الكنوز بتاعتنا بتاعت المعجنات اللي احنا بنستخدمها معانا. فما تستغنيش عنه خالص، لان ده بيطلع منه احلى معجنات ممكن تعمليها في حياتك. هبتدي امسك كده الشاشه بتاعتي واصفي كل السوائل اللي موجوده معايا. انا حطيت طبعا المصفى عشان تساعد معايا ان انا اصفي كل السوائل اللي معايا دي. هبتدي اسويها، اضغط عليها كده ضغطه كده بسيطه كده، ضغطات كده لحد ما الميه بتاعتي كلها تنزل. صفيتها معايا كده زي ما انتم شايفين، وده اللبن اللي نزل منها. انا طبعا هعبيه في قلب الكيس واحطه في الفريزر لحد ما يجي وقت كده المعجنات بتاعتي اعجنه بيها. عايزه تعجني بيها على طول زي ما انت عايزه. صفينا الجبنه بتاعتنا بالمنظر ده كده، وابتدي ابتدي اجهز اشيل بقى اللبن بتاعي عشان انزله بقى في الفريزر، احطه في اكياس، وابتدي انزل الجبنه بتاعتي اللي انا صفيتها في قلب الحله بتاعتي او طاسه او اي حاجه موجوده عندك. بس اهم حاجه ما تكونش حاجه بتلزق معانا، وما تكونش حاجه الارضيه بتاعتها تكون يعني غير ان هي بتلزق، تكون ضعيفه، تكون خامتها تكون تقيله شويه معايا. الجبنه معايا بالمنظر ده كده، هبتدي افرولها بايديا كده، وابتدي احط عليها ابسط المكونات بتاعتي. معلقه صغيره من الملح بتاعي، واحط معلقه كمان صغيره من البيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو اللي هي بتاعت خميره الخبز او الكيكات او الحاجات دي، ومعلقه واحده بس من الزبده. اظن ما فيش اسهل من كده. بجد الوصفه حلوه جدا وسهله وما خدتش وقت معانا، والنتيجه كانت رائعه جدا. كل حبايبي وكل الناس اللي دقوا الوصفه دي طلبوا مني ان انا انزل الفيديو بسرعه جدا عشان يقدروا يعملوها. بجد حاولي تجربيها وشوفي الطعم بتاعها عامل ازاي. طعم
روعه، مش قادره اوصف لكم الجمال بتاعها والله عامل ازاي. يمكن تاني بقى على النار بتاعتي، على نار ايه، مش هاديه قوي، نار متوسطه كده، ومع التقليب المستمر معايا لحد ما الزبده بتاعتي تسيح، والجبنه بتاعتي كمان هتبتدي تسيح معايا خالص، وتدي مطه رائعه جدا معانا. ايديكي معاها بقى كده بالمنظر ده كده، تفضلي في تقليب مستمر بمع الاسباتشوله بمعلقه خشب. حسيتي ان قطع الجبنه بتاعتك قطع كبيره، جيبي هراسه البطاطس واضغطي عليها لحد ما تتهري معاكي جبنه ايه، تساعد معاكي زي ما انتم شايفين. انا ما حبيتش برضو ان انا افضل مطولها عليكم، فصلت الكاميرا شويه وقعدت اقلب لحد ما ابتدت الجبنه معايا تسيح والزبده تسيح معايا بالمنظر ده. لو تلاحظوا ان الزبده بتاعتي ابتدت تغمق سنه من الايه، من لون الجبنه البيضه بتاعتي. طبعا انت في الوقت ده لو حابه تديها لون اصفر زي ما بيجيبوها من بره، تقدري تحطي سنه كركم موجوده معانا، او تحطي بودره الزعفران، او ممكن تحطي لون كمان من الالوان الغذائيه اللون الاصفر. انا ما حبيتش اعمل اي حاجه خالص، سبتها كلها حاجات طبيعيه من غير بقى اي، ما بقاش اقول لك هاتي حاجات كده غريبه واضافات غريبه ممكن نحطها عليها. زي ما انتم شايفين المطه بتاعتي بتبتدي، بصي شايف المطه بتاعتي ابتدت تعمل ازاي، والجبنه بتاعتي لسه فيها كتل طبعا ما ساحتش معايا. انا بفضل اقلب لمده ايه، حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق معاكي. شايفين بقى ساحت معايا خالص الجبنه ازاي، شايفين المطه الرائعه بتاعتنا وريحتها جميله جدا. ودوقي بقى طعمها دلوقتي كمان، طعمها روعه جدا وطعمها حلو جدا. طبعا حابه تزودي الفليفر بتاعها لجبنه الرومي، زودي اي حاجه، انا ما ضفتش عليها حاجه خالص، بس طعمها كان حلو جدا. ممكن تحطي ايه شريحه واحده بس من الجبنه الرومي مبشوره عليها، تحطي، تقدري تحطي قطع من البسطرمه، قطع من اللانشون، قطع جبنه، حبيبات الفلفل الاسمر. انا ما ضفتش حاجه غير الاربع المكونات اللي انا حطيتها معاكم دي. بره طبعا بيضيفوا المواد الاضافيه الغريبه اللي بيحطوها ولا اي حاجه خالص. طبعا الجبنه معايا بالمنظر ده كده، انا طبعا ايه شايفين. بصراحه مش عارفه اقول لكم، الفيديو ده رائع جدا جدا، من الحاجات اللي حلوه قوي قوي على قلبي. خلاص الجبنه بتاعتي جاهزه معايا، جبت اي حاجه معاكي، اي قالب، طبق، علبه، بوله، اي حاجه، الشكل اللي انت عايزه الجبنه بتاعتك تطلع عليه. انا هديها بس رشه زيت عشان تبقى سهله معايا، وانا بطلعها معايا بنزلها من القالب بتاعي. طبعا في السرعه محتاجه سرعه معاكي وانت بتنزلي، لان الجبنه هتنشف معاكي، تمسك معاكي بسرعه. فحاولي انك انت اول ما تطلعيها على النار تكوني انت مجهزه القالب قبل منها على طول عشان تنزليها عليه. نزلت الجبنه بتاعتي، شايفين المطه بتاعتي عامله ازاي. هبتدي انزلها. عايزه اقول لكم ان الطبق ده او البوله دي نص كيلو، ما كفتش معايا الجبنه بتاعتي، فجبت حاجه صغنطوطه كمان وكملتها عليها. طبعا قلت لكم السرعه مهمه جدا. عايزه تضيفي فلفل اسمر بقى في النص ضيفي، عايزه تحطي تغملي لون زي ما انت عايزه. هبتدي بقى الكميه اللي فضلت تانية، جبت بوله تانية ازاز كده ونزلتها بسرعه فيها، او اي حاجه كده تحطيها فيها. وبعد ما تخلصي تجيبي كيس وتغطيها فيها مباشره عشان البخار او الهواء والشهي ما ينشفش معانا. هبتدي اغطيها كده وهسيبها معايا في التلاجة يا دوبك بس تبرد، بس هتلاقيها تماسكت معاكي، اتمسكت معانا. يعني زي ما انت عايزه تقعديها 3 4 ساعات، عايزه تقعديها من بالليل للصبح زي ما انت عايزه، يا دوبك بس تبرد وتلفيها كويس بس بالكيس عشان ما فيش فراغات ولا حاجه ايه تخش فيها معانا. بص حبايبي، بعد تقريبا 4 أو 5 ساعات يعني ما كملتش كتير، انا طبعا شلت اللبن بتاعي الشرش اللي طلع معايا عشان ايه استخدمه في اي معجنات معايا. والجبنه بتاعتي ابتدت تبرد معايا، حطيها بقى في التلاجة وسيبيها تبرد 3 4 ساعات لحد بس ما تماسك، هي هتبقى جامده معاكي. هبتدي انزل الجبنه بتاعتي على الايه البلانشه بتاعتي كده، ونقطع ونشوف الجمال، وهقول لكم ازاي تقدري تخزنيها وهتقعد معاكي من غير ما تبوظ. وكل ما هتقعد كل ما الفليفر بتاعها يبقى قوي جدا وطعمها حلو معانا. طبعا انا جيت نزلتها، تنزليكي بس بالسكينه طرفها بس من فوق نزليها. وزي ما انتم شايفين البوله بتاعتي، الجبنه بتاعتي خدت نفس الشكل اللي انت عايزاه، مدور مربع اي شكل انت حباه تنزليه معاكي فيها. زي ما انتم شايفين نزلت معايا بكل سهوله عشان ادهن ايه البولات بتاعتي بالزيت، فنزلت معايا بسهوله. عايزه تحطي كيس في ارضيتها زي ما انت عايزه، بلاستيك تضغطي عليها زي ما انت عايزه برده. طبعا النور قطع عليا كالعاده وانا بشتغل، فبصوا معايا تقطيعه الجبنه عامله ازاي وشكلها عامل ازاي، ولسه ما كملتش يوم معايا وكام ساعه بالظبط ايه معانا. هبتدي بس اقطع واوريكم ونشوف ازاي. طبعا انا مش مكتره ملح جوه، انا يا دوبك حاطه معلقه ملح واحده بس، وجبنه القريش بتاعتي كانت عادبه معايا. شايفين الجبنه معايا متماسكه وشكلها عامل ازاي، حلوه قوي، وما ضفناش عليها ولا نشا تتماسك معايا ولا دقيق ولا اي حاجه خالص معايا. طبعا تقدري تستخدميها دلوقتي وتاكليها، طعمها كان حلو جدا، ولو تاخدوا منها سندوتشات بجد وكان طعمها حلو جدا. خدت شرايح منها وحطيتها طبعا في قلب العيش معايا، وحطيتها على النار كده او في التوستر بتاعك، طلعت الجبنه حلوه قوي. طبعا هتقدري ازاي تخزنيها وتبقى معاكي ناشفه بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك دي طبعا كانت لسه في اول ايه يوم. زي ما انا قلت لكم هقطع واعمل السندوتشات بتاعتنا الجميله.
طبعا الجبنه بتاعتي بتتقطع بسهوله جدا وجميله. هعملها بقى واحطها في الطاسه بتاعتي تنشف، وبصوا بقى بتتبشر معايا بكل سهوله ازاي. شايفين مش ملزقه معايا ولا حاجه متماسكه. ابشريها بقى، حطيها على المكرونه، حطيها على البيتزا، حطيها على اي حاجه حلوه جدا. بصوا ما شاء الله، بصوا ما خدتش اقل من ثانيتين كانت معايا جبنه بالمنظر ده. طبعا حابه طبعا تبتدي بقى تعتقيها، تحطيها في التلاجة، بس تستخدميها كده. هتسيبيها بره، هتديها مسحه ملح كده من بره. عفوا. هبتدي بقى امسحها مسحه ملح واسيبها بره، وبالليل تغطيها بشاشه. انا سبتها بره التلاجة فتماسكت معايا بالمنظر ده. طبعا ده كان زي ما قلت لكم، وعملت منها سندوتشات للاولاد. وشايفين الجبنه سايحه ونايحه ازاي. زي ما انتم شايفين، انا بصراحه ما قدرتش ان انا اشيلها كلها. انا ده الجزء الكبير اللي كانوا بياكلوا منه ده كان موجود في التلاجة. ما سبتوش، خزنته يا دوبك بديته اول يوم بس ليله كده كامله بره، عشان يبتدي يتماسك معايا اكتر وينشف معايا. زي ما انتم شايفين بيتقطع بكل سهوله، وكنت ده اللي بيستخدمه معايا لاولادي. طبعا ما قدرتش اخزنه ولا حاجه، لان طعمها حلو وكان عاجباهم جدا، لدرجه ان هم كمان ما اتغدوش يوميا واكلوا منها. دي بقى القطعه دي. طبعا انا خزنتها، قعدت حوالي 5 ايام بره التلاجة. يا دوبك بديتها مسحتين ملح كده، وسبتها في الهوا كده، وبالليل اغطيها بشاشه زي ما انتم شايفين. شايفين متماسكه خالص ازاي وجامده ازاي معايا. بجد كانت حلوه جدا وجميله جدا، تجربه ناجحه مليون في الميه. اتمنى تجربوها وتعجبكم الفيديو. وطبعا تدعموا الفيديو باللايك وتعليق لو بحرف واحد، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. واشوفكم في فيديوهات تانية، ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنه في رعاية الله وحفظه حبايبي. مع السلامة.